تحب تكون عازم ولا معزوم؟ فكرة المطعم ده محتاجينها تكون موجودة في كل الوطن العربي. أهلا فيكم مطعم عزوتي لمالكه الشعب الأردني. ده مطعم موجود في وسط البلد بعمان في الأردن، وكل الورق اللي انتوا شايفينه في الحيطة دي ناس دافعة قيمة وجبات بتعزم بيها ناس بسيطة هي ما تعرفهاش. وهو مطعم غير ربحي، قائم من الشعب للشعب. وأول ما توصل يسألك انت عازم ولا معزوم؟ فأنت بتكون عازم تدفع دينار وحد بيجي ياخد الوجبة. اما لو قلت معزوم بيقول لك اتفضل، وبيحضر لك ساندوتشين وكاسه شاي، ودي الوجبه اللي انت بتاخدها. والاجمل مع كل ورقه هتلاقي دعاء احلى من التاني. والشخص المعزوم هو شخص بسيط ممكن ما يكونش قادر يجيب الوجبه اللي هيتغدى بيها في اليوم ده. اجى الفكره صاحب المطعم محمود النابلسي كان بتمشى بوسط البلد، فلقى شخص طلب منه دينار، فقال انا اليوم اعطيته الدينار، بكره مين راح يعطيه؟ فاجت في باله فكره المطعم. عمل المطعم على اساس انه يكون في مساهمه من الشعب للشعب، وفكره المطعم كلها قائمه على التكافل الاجتماعي. وفكر بغيرك، لو انت اكلت سعرها 40 قرش بس السعر الفعلي 20، فانت برضو كده بتتبرع. يعني لو جبت ساندوتش، في ساندوتش بيفضل لغيرك غير عازم ومعزوم اللي احنا شرحناه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده من مطعم عزوتي. اشوفكم في فيديو بكره، سلام.